السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. جملة من الأخبار في هذا الفيديو. نبدأها بخبر عاجل يخص الإفراج على الفنان نور شيبة واللاعب الدولي سهيل بالراذية. منذ قليل وافق قاضي التحقيق الأول بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 5 ماي 2023 على الإفراج على الفنان الشعبي نور شيبة واللاعب الدولي السابق لكرة القدم سهيل بالراذية. للإشارة فإنه شيبة وبالراذية تم إيداعهم السجن بقرار من قاضي التحقيق من أجل شبهة تبديل عينات تحاليل بخصوص الاشتباه في استهلاك مادة مخدرة. وبمقتضى قرار قاضي التحقيق فإنه من المنتظر أنه يغادر نور شيبة وسهيل بالراذية السجن خلال الساعات القادمة باعتبارهم ما عادوش موقوفين على ذمة أي قضية أخرى. للإشارة القضية هذه كانت هزت الرأي العام بشكل كبير جدا. شفنا برشا تصريحات وشفنا برشا تطورات في الملف هذايا، ونور شيبة كان في عدة مناسبات يثير عاطفة الرأي العام من خلال بعض الرسائل، خاصة أنه كتب كلمات البوه معناها في السجن والأم، ورفض أنهم يزوروه في السجن معناها باش ما يشوفوهش في الحالة هذيك. حطوا لي تعليقاتكم على هذا الخبر اللي صدر منذ قليل. في سياق آخر، موزايك أفام علمت أنه الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب أصدرت قرار بالنقض والإحالة بخصوص قرار الدائرة الاستئنافية الجناحية العسكرية القاضي بسجن المحامي مهدي زغروبة مدة 11 شهر مع حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة مدة 5 سنين بخصوص القضية المتعلقة بما عرف بأحداث مطار تونس قرطاج الدولي. للإشارة فإنه الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية كانت قضت بسجن مهدي زغروبة مدة 11 شهر مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة مدة 5 أعوام بعد ما نظرت في قضية حادثة مطار تونس قرطاج الدولي، وتم إدراج المهدي زغروبة في التفتيش لتنفيذ ذلك الحكم. والمحامين متاع زغروبة تولوا الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي، لتقرر محكمة التعقيب اليوم الجمعة نقضوا مع إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف العسكرية لإعادة النظر بشأنه بواسطة هيئة مغايرة للدائرة المطعون في حكمها حسب موزايك. في قضية أخرى، لقاو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 أذنت بفتح بحث تحقيقي في حق مواطنة عاملة بالخارج من أجل محاولة إرشاء موظف عمومي بالمحكمة وهو كاتب في محكمة، حسب ما أكدوا ناطق رسمي باسم المحكمة الإذاعة جوهرة أفام. والنيابة العمومية أصدرت في موضوع آخر بطاقة إيداع بحق كاتب بإحدى المحاكم بجهة الساحل من أجل انتحال صفة والتحيل حسب هذه المصادر. من جهة أخرى، نقابة الصحفيين التونسيين توصي بإيقاف إحالة الصحفيين وفق المرسوم 54. أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بضرورة تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة وإيقاف إحالة الصحفيين وفق المرسوم 54 وبتهمة أمن الدولة والتهم الإرهابية وغيرها من التهم الواردة خارج إطار القانون المنظم لحرية العمل الصحفي. في هذا الإطار طالبت النقابة في تقريرها السنوي حول واقع الصحافة واقع الحريات الصحفية في تونس
واللي صدر بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل 3 ماي من كل عام. رئاسة الجمهورية يعني طالبت رئاسة الجمهورية بسحب المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهذا لما تعتبر النقابة أنه يمثل خطورة على حرية الصحافة والتعبير حسب يعني من وجهة النظر متاعها. في موضوع آخر، الناشط السياسي والحقوقي المقيم بإيطاليا مجدي الكرباعي أكد أن البرلمان الإيطالي صادق يوم أمس الخميس على قانون جديد يخص الهجرة. وقال الكرباعي بأن هذا القانون اللي وصفه بالظالم والتعسفي والقاسي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء لم تشهده إيطاليا أو أي دولة أوروبية من قبل. يقول مجدي الكرباعي بأن هذا القانون سيتسبب في العديد من المشاكل بالنسبة للمهاجرين، خصوصا وأنه يسمح للسلطات الإيطالية بما تسميه محاربة الهجرة غير النظامية والمهربين خارج حدودها، إضافة إلى تنصيصه على مدة احتجاز أطول للمهاجرين بمراكز الاحتجاز والترحيل، مما سيتسبب في تفاقم الوضعية الإنسانية والنفسية للمهاجرين. يأكد الكرباعي أن غالبية المتواجدين بمراكز الاحتجاز من الجنسية التونسية، وهذا جراء الاتفاقية اللي وقعتها تونس مع إيطاليا. وقال أنه تصريح وزير الداخلية الإيطالي تحدث فيه على بعض خط بحري بين جنوة وتونس باش يتم تخصيصه لعمليات الترحيل القسري. الكرباعي يقول بأنه لحد الجاي باش يشهد تحركات احتجاجية لنشطاء وجمعيات ومنظمات حقوقية وأطياف سياسية في ميلانو ضد القانون الفضيحة يقول والمعادي للهجرة. ويقول بأنه تضمن فصول مخالفة للدستور الإيطالي أدت إلى مراجعته حتى يتلائم مع الدستور، وبالرغم من ذلك يبقى قانون كارثي على مستوى الحقوق الإنسانية، ومن بينها الحق في الهجرة وحرية التنقل اللي تكفلها جميع المعاهدات والمواثيق الدولية. نذكروا بأن وزارة الخارجية الإيطالية كانت أعلنت يوم الخميس 4 ماي عن تخصيص 10 مليون أورو من المساعدات لفائدة تونس، 6.5 منها مخصصة لتوفير معدات إضافية لمكافحة الهجرة غير النظامية. هذا الكل يجي في إطار متابعة اللقاء اللي جمع وزير الخارجية نبيل عمار بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، اللي صرح بأنه إيطاليا تأكد دورها المحوري في دعم تونس في جميع المجالات.